مش كل اللي ساكت راضي. في ناس بتختار السكوت مش علشان عاجبها الوضع، لكن لانها زهقت من الشرح، او ممكن تكون فقدت الامل في الفهم، او كمان ممكن يكون بيحافظ على كرامته وسط دوشة ومشاعر وكلام ملوش لازمة. في ناس بتفكر ان اللي ساكت موافق على اي وضع وعلى اي كلام بيتقاله، وان اللي ما بيردش ده بيكون خلاص هو راضي. بس الحقيقة ان السكوت له عنده ألف معنى، ومش دايما الساكت بيكون ضعيف، او السكوت دوت عند اشخاص تانية بيكون ضعف. لا بالعكس، اوقات بيكون حكمة، وبيكون هو اقوى رد من اي كلام ممكن يتقال. خد بالك ان اللي ساكت ده ممكن يكون موجوع، بس اختار انه يحمي نفسه من الوجع بالكتمان. ممكن يكون شايف كل حاجة وسامع كل كلمة، بس قرر انه يحتفظ برأيه لنفسه، لان الرد مش هيفيده في اي حاجة. يا ريت قبل ما نحكم على الناس خلينا نفهم صح. مش كل اللي بيضحك مرتاح، ولا كل اللي ساكت راضي. وخليك دايما رحيم، حاول تفهم قبل ما تحكم. الكلمة ممكن تصلح او تجرح، فاختار دايما تكون سبب في راحة حد مش في وجعه. والله في ناس بتسكت علشان ما توجعش اللي قدامها، وبتخاف على زعله. بتسكت عشان خايفة اللي قدامها يزعل ويحزن منها، وهي ما تقدرش على زعله، وخلاص تعبت وبطلت تشتكي وبطلت تتكلم من كتر الوجع اللي جواها. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: وقد نعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني حتى لو الناس مش بتتكلم، ربنا شايف اللي وجعهم، شايف اللي جواهم، شايف التعب اللي محدش حاسس بيه ولا شايفه. وزي ما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فما تستعجلش في الحكم عليه، واتكلم معاه بلطف وحنية. حاول تفهم هو زعلان ليه، حاول تخرج اللي جواه، خليه هو اللي يتكلم، خليه بوح باللي جواه. يمكن سكوته دوت واكيد مش هيكون رضا، يمكن هو محتاج حضن، محتاج فضفضة، محتاج طبطبة، محتاج نقاش. يمكن هو عايز حد يفهمه ومش لاقي اللي يفهمه. خلينا دايما نحاول نفهم بعض، بلاش نحكم على بعض بسرعة. خلينا نفهم اللي قدامنا من الانطباع اللي بيظهر على وشه، لان كل واحد جواه قصة يعلمها الله، وساعات السكوت بيخبي وجع اكبر من الكلام بكتير. واخيرا وليس اخيرا عايزة اقول ان الكلمة الطيبة عمرها ما كانت ضعف، والسكوت اوقات كتير بيبقى ابلغ بالاف المرات من اي حوار ممكن يتقال. اتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم.